عمركم مريتوا باللحظة دي لما تيجي ترمي نفسك على السرير بعد يوم طويل وتقولي هشوف فيديو واحد بس وهنام، وفجأة تلاقي الساعة بقت 3 الفجر، تصحي مرهقة، عينيكي تقيلة ومش مركزة، وتقولي بكرة هنام بدري، بس بكرة ده يجي وبرضه على نفس الحال. وفي نفس الوقت تلاقي حد بيقولك انا بنام 5 ساعات بس وببقى زي الفل، فتقولي ده ازاي يعني؟ النهاردة هفهمك السر، مش علشان تنامي اقل لكن علشان تنامي صح. بصي يا حبيبتي، الموضوع مش عدد ساعات النوم، الموضوع جودة النوم. مخك مش بينام مرة واحدة، ده بيمر بدورات، كل دورة حوالي 90 دقيقة. في نوم عميق بيرمم جسمك، عضلاتك، مناعتك، طاقتك، وفي نوم الأحلام بيرمم فيه مخك، تركيزك، ذاكرتك، إبداعك. لو نومك منتظم ممكن تنامي 5 أو 6 ساعات وتصحي نشيطة، لكن لو نومك متلخبط ومليان موبايل وتوتر ممكن تنامي 9 ساعات وتصحي تعبانة. طيب تعملي ايه؟ اول حاجة حاولي انك تنامي وتصحي في نفس الميعاد كل يوم، جسمك بيحب الروتين جدا، هيساعدك تنامي اسرع وتصحي اخف. الحاجة التانية قاعدة ال90 دقيقة. يعني ايه؟ يعني حاولي نومك يكون مضاعفات 90 دقيقة، يعني انك تقسمي نومك على دورات، وكل دورة حوالي ساعة ونص، 90 دقيقة. فبدل ما تنامي اي عدد ساعات عشوائي تحاولي تخليه كده 90 دقيقة، مثلا ساعة ونص، 180 دقيقة 3 ساعات، 270 دقيقة 4 ساعات ونص، 360 دقيقة 6 ساعات، 450 دقيقة 7 ساعات ونص، 540 دقيقة 9 ساعات. الفكرة انك تصحي في نهاية دورة النوم مش في نصها، علشان لما تصحي في النص هتحسي نفسك تعبانة وهتحسي بدوخة، لكن لما تصحي في النهاية تحسي انك فايقة ونشيطة. تالت حاجة ودي مهمة جدا، اخر ساعة قبل النوم اقفلي موبايلك، هدي النور، اعملي حاجة بسيطة، اقري قرآن، اذكري ربنا، اقعدي مع نفسك شوية، وخدي القواعد دي كده بينك وبين نفسك قبل النوم ب3 ساعات. بلاش اكل تقيل قبلها بساعتين، بلاش ضغط او تفكير كتير قبلها بساعة، بلاش موبايل ونور قوي. واول ما تصحي بالله عليكي ما تمسكيش الموبايل، روحي للشباك خدي ضوء طبيعي، ده بيفوقك بجد. وحاولي انك تتحركي شوية حتى لو بسيط. لو عاوزة نومك يبقى احلى قللي القهوة بعد الظهر، وخلي اوضتك هادية ومضلمة، وكلي مكسرات او اشربي لبن دافي قبل النوم، واكتبي اللي شاغل بالك قبل ما تنامي علشان ترتاحي. مش شطارة انك تسهري، الشطارة انك تصحي مرتاحة. احنا مش بننام علشان نهرب، احنا بننام علشان نعيش احسن. لو صحيتي يوم قبل منبه ومخك صافي وجسمك خفيف، ساعتها تعرفي ان السر مش في عدد الساعات، السر في عمق النوم. لو الفيديو عجبك متنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.